مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء سهلها بالعناوين. وزارة الزراعة تدعو لإكمال الاستعدادات للتصدي للجراد. أوضاع جيدة للمواشي في قلوج. الحماية الأهلية للأشجار في إقليم عنسبة تسهم في تنمية الثروة الغابية. عقوبات أمريكية جديدة ضد 18 مصرفا رئيسيا في إيران. إحباط محاولة لخطف حاكمة ولاية ميشيغان وإشعال حرب أهلية. الإعصار دلتا يوقف أكبر إنتاج للنفط البحري الأمريكي في 15 عاما. السلام عليكم ورحمة الله. دعت وزارة الزراعة الإدارات وقيادة قوات الدفاع ومكاتب الزراعة لإكمال الاستعدادات للتصدي لأسراب الجراد المستمر بصورة خطيرة في دول الجوار. وأوضحت وزارة الزراعة في رسالة بعثتها لوكالة الأنباء الإريترية اليوم 9 أكتوبر إن على الشعب وقوات الدفاع وخبراء الزراعة الاستعداد لمكافحة الجراد الذي قد يصر. وأشارت الوزارة إلى السيطرة على أسراب الجراد التي انتشرت في مساحة 2500 هكتار بكميات متفاوتة في مختلف مناطق البلاد من منتصف شهر أغسطس وحتى نهاية شهر سبتمبر 2020 دون إحداث الأضرار بالمزارع والثروة الغابية. وكما جرت بعد ذلك حملة إبادة للجراد الذي تكاثر محليا في مساحة بلغت أكثر من 3000 هكتار. أعلن مكتب وزارة الزراعة في مديرية قلوج الأوضاع الجيدة للمواشي لنمو المراعي وحجز السدود والحفائر المياه الكافية لمدة العام. وقال مسؤول المكتب السيد قبره هوت بيان امتلاء سدي قرسد وبادميت والحفائر الموجودة في أماكن الرعي ونمو الحشائش في مساحات الرعي الواسعة، موضحا إنه إضافة إلى الرعاية البيطرية التي تحصل عليها فإنها تتكاثر ويرتفع إنتاجها. وذكر مدير مديرية قلوج السيد سيزر ماريام إن الحكومة عملت لإقامة الحفائر في أماكن الرعي للمساعدة في تكاثر المواشي وتحسين أوضاعها إلى جانب جهود الرعاة، مشيرا إلى أن سدي قرست وبادميت ساهم إلى جانب تطوير الزراعة المروية في توفير مياه الشرب للمواشي. وأوضح أن المراعي الواسعة في مديرية قلوج تستقبل أيضا المواشي المرتحلة من مختلف مناطق البلاد. تساهم أنشطة أهلية لحماية ورعاية الأشجار بإقليم عنسبة بفعالية في تنمية الثروة الغابية خاصة الأشجار المعمرة. وقال سكان الإقليم لوكالة الأنباء الإريترية لديهم ثقافة أصيلة لحماية الأشجار المعمرة المنتشرة في مناطقهم منذ مئات السنين، مشيرين إلى أن هذه الثقافة وإضافة إلى حملات التوعية المكثفة الجارية عبر سلطة الغابات والحياة البرية تلعب دورا كبيرا في تنمية الثروة الغابية. من جهته قال مسؤول حماية الغابات والحياة البرية في مديرية حمل ماله السيد محمود آدب إن الأعمال الأهلية الجارية لحماية الأشجار المعمرة ورعايتها يدفع بقوة لإنجاز أعمالهم، وبدورهم ينظمون حملات مكثفة باستمرار لتوسيع ثقافة الحماية حتى تعم كافة أنواع الأشجار. وأشار مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في إقليم عنسبة السيد تخسته تسفاسيون إلى أهمية الأشجار وخاصة الأشجار المعمرة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والثقافية، موضحا وضع برنامج واسع للتشجير بهدف تنمية الثروة الغابية. وذكر إعداد 820 ألف شتل هذا العام، منها 45% من الأشجار المعمرة بهدف إنجاح البرنامج، حيث تم غرس تلك الشتول عن طريق الأفراد والجمعيات والمجتمع المدني. هذا وتفيد المعلومات التي أدلى بها مكتب سلطة الغابات والحياة البرية بانتشار أشجار التين البري وغيرها من الأشجار المعمرة في إقليم عنسبة.
تتواصل أنشطة مساعدة المحتاجين في مديرية دق محري بوتيرة عالية، وبموجب ذلك قدم في منطقة كورباريا 160,500 نقفة ل 151 أسرة محتاجة. أوضح السيد يماني أبرة مدير مديرية دق محري خلال مراسم تقديم الدعم إن برنامج توزيع الدعم بإشراف الإدارات برنامج يبرز ثقافة الشعب الإريتري العريق ويجب تشجيعه. كما تم توزيع 52 ألف نقفة في منطقة زبان سراو بضاحية قرع، و147 ألف نقفة في ضاحية قرع للأسر المحتاجة. كما شهدت ضاحية سسح توزيع 134 ألف نقفة ل 71 من الأسر المحتاجة، وفي ضاحية مسارو 13,800 نقفة لنساء الشهداء. أفاد النبأ الذي وصلنا متأخرا بنفوق 304 رأس من الماعز والأغنام بالصواعق التي صاحبت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح القوية التي هطلت في الأول من أكتوبر في منطقة شكبريت بضاحية هومي في مديرية فورتو ساوا. ودعا مدير ضاحية هومي بالسيد وهاج عثمان أصحاب المواشي لاتخاذ الحيطة في مثل هذه الظاهرة التي تحدث نادرا. أنباؤنا لا زالت متواصلة ولكن بعد الفاصل. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات في حق 18 مصرفا إيرانيا رئيسيا موجهة بذلك ضربة شديدة إلى القطاع المالي في إيران الذي يواجه تحديات كبيرة في ظل سياسة الضغوط القصوى الأمريكية. وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونوتشن في بيان أن العقوبات ستستمر إلى أن تتوقف إيران عن دعم الأنشطة الإرهابية وتضع حدا لبرامجها النووية. من ناحيته قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف على تويتر إن العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف نسف ما تبقى من قنوات للدفع مقابل الغذاء والأدوية. وفي مايو 2018 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرم مع طهران سنة 2015. ويقول البيت الأبيض إن العقوبات ستكون كفيلة بإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات من أجل الاتفاق حول معاهدة جديدة أكثر جدية، لكن طهران تقول إنها لن تتفاوض تحت لغة التهديد. قامت السلطات الأمريكية باعتقال 13 شخصا وتوجيه الاتهام لهم بالتخطيط لاختطاف حاكمة ولاية ميشيغان غريشن ويتمر وإطلاق حرب أهلية. وويتمر تنتمي للحزب الديمقراطي وتعد من أشد معارضي الرئيس دونالد ترامب الذي انتقد سياستها المتشددة في مكافحة تفشي فيروس كورونا في ولايتها ودعا إلى تحرير ميشيغان. ويفيد محضر الاتهام أن 6 من المتآمرين الذين وصفهم مدعي منطقة غرب ميشيغان أندرو بيرج بأنهم متطرفون عنيفون خططوا لخطف ويتمر قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 3 نوفمبر ثم محاكمتها بتهمة الخيانة. واتهمت غريتشن ويتمر الرئيس دونالد ترامب بإضفاء شرعية على أعمال إرهابي الداخل، خصوصا عبر رفضه إدانة أنصار تفوق البيض الأسبوع الماضي خلال مناظرته مع خصمه الديمقراطي جو بايدن. يوجه الإعصار دلتا الذي يزداد قوة أكبر ضربة للإنتاج البحري الأمريكي بخليج المكسيك في 15 عاما، إذ يعطل معظم إنتاج النفط في المنطقة ونحو ثلثي إنتاجها من الغاز الطبيعي. وقد تزيد شدة دلتا وهي عاصفة كبيرة وقوية بالفعل أكثر خلال اختراقه منطقة رئيسية منتجة للنفط في الخليج.
ووصلت سرعة الإعصار إلى 195 كيلومترا في الساعة بحسب المركز الوطني للأعاصير. وأخلى عاملون 259 منشأة بحرية في خليج المكسيك، ونقل المنتجون 15 منصة حفر بعيدا عن منطقة الرياح الكبيرة والقوية لدلتا. ويقول المركز الوطني للأعاصير إن قوة الرياح الاستوائية تمتد إلى 160 ميلا من مركزها، في مؤشر على حجم الإعصار الكبير. انتهى سادتي نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.